الاخوان السلام عليكم. ضيفتنا اليوم هي لا نوفيل جينيراسيون من داسيا لوغان. غادي نهضروا على المميزات والعيوب اللي في هذه السياره بالتفصيل. خليكم معنا وما تنساوش تتابعونا وديروا واحد جيم، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم تشجيعا لنا باش اننا نزيدوا نفيدكم باذن الله. ونبداو على بركه الله. اول حاجه اللي هي المحرك اللي جات به داسيا لوغان في هذه النسخه الجديده. كاينين جوج ديال النواع من المحركات، كاين ال 1.5 دي سي اي بطبيعه الحال مازوت 95 شوفو 4 سيلاند كيف ديما، اوراق صغار 6 ديال الخيل، بواط فيتيس كتجي 5 مانيويل، وكاينه بواط فيتيس اوتوماتيك. الكونسوماسيون تقريبا 4% في الطريق الطويله و5.5% في المدينه. وكاين المحرك الثاني ايسونس تي اس او 1.0 كيعطينا قوه ديال 100 شوفو تقريبا، كيجي في الاوراق ب5 ديال الخيل، كونسوماسيون ميكس 6%. بالنسبه للشكل الخارجي فزوين بزاف مقارنه مع الجيل السابق، بحيث كتشبه بزاف لواحد العدد ديال السيارات من المنافسات، يعني كدي من هذه شويه ومن هذه شويه ومن هذه شويه، بحال مثلا الفيات تيبو او الهيونداي اكسن. كيف قلت لكم الاخوان، تصميم انسيابي رياضي نوعا ما، كفر كبير تقريبا 530 لتر، مناسب تماما. بالنسبه للشكل الخلفي جات زوينه كذلك بهذا الشكل ديال الضواو على شكل ايغريك، زوين بزاف صراحه مقارنه مع الجيل السابق. جات بكاميرا توريكيل ودي رادار، يعني حساسات خلفيه، وكاين حساسات اماميه كذلك ولكن في الهود كام في التوت اوبسيون. ريزيرفوار السعه ديالها 50 لتر. طبعا الاغلبيه ديال السيارات من الفئه ديالها هذا هو الحساب اللي فيهم تقريبا. من القدام جات بتصميم زوين بزاف صراحه، انا عجبني التصميم ديال السياره من القدام بزاف، هجوميه اكثر، اضواء زوينه، الشكل ديالها زوين. الا خديتي نسخه توت اوبسيون كيجي فيهم الليد، الكالندر كرومي، جوانت كيجي 16 تقريبا 16 بوس، المرايه الجانبيه بتصميم زوين مقارنه مع الاجيال السابقه، كيجو ضوء. بالنسبه لداخليه السياره فرامل 9 كتوفر راحه لخمسه ديال الركاب سواء في المسافه الطويله او القصيره، يعني كتوفر لهم واحد الراحه نسبيا. بالنسبه لي سياج كيجيو ديال التوب عاديين، والبلاستيك طبعا راه كيغلب على الداخليه ديال السياره سواء في لي غيرنيتور او لا في الطابلو. كتجي بزاج الكتريك في القدام وفي اللور، ولكن هذه النسخه اللي معايا حاليا ما فيهاش في اللور، فقط مانيفيل. فولون ميلتي اوبسيون كتحكم فيها بزاف ديال الامور في السياره، فيها ليميتور ريغولاتور دو فيتاس، كيمكن لك انك تحكم في بزاف ديال الامور في الطابلو. بالنسبه كيف ما قلت لكم كاينه النسخه اللي فيها ايكران كتجيب 8 بوس، كتجيب كليم مانيويل. الا بغيتي ايكران كيف ما قلت لكم خصك تزيد واحد شويه، اي اوبسيون زايده خصك تزيد واحد شويه ديال الفلوس باش انك كيضيفوها لك في السياره ديالك. فيها دي بورت يو اس بي كاين تقريبا شي 3. بالنسبه للسلامه كتجيب ديزير باك، فيها لا بي اس وفيها الاو اس بي. فقط هاد الامور تقريبا اللي كتوفر في السياره. وبالنسبه للثمن راه بادي تقريبا من 12 مليون حتى ل 15 مليون ونص على حسب النسخ وعلى حسب واش ايسونس او لا مازوت. ودابا حاليا ندوزو للعيوب اللي على الراس ديالهم جوده ديال التصنيع. فالجوده ديال البلاستيك طابلو او لا في لي غارنيتور او لا في لي بارشوك ديال القدام او لا ديال اللور راه عيانه بزاف، يعني مقارنة مع المنافسات. بالنسبة كذلك الطولة ديال الطوموبيل كتحس بها ماشي شي حاجة اللي مفورسية، هذا عيب اللي تقريبا اللي في كاع السيارات ديال داسيا اللي معروفة بهم. بالنسبة للثبات ديال السيارة كذلك ما كاينش فاش كتفوت واحد القدر ديال السرعة، كتفوت 100 كيلومتر تقريبا في السرعة راه ما كتبقاش الطوموبيل حكمها في راسها، ما كتحسش بداك الثبات اللي كتحس في السيارات الأخرى. وبالنسبة لأنظمة الحماية اللي ناقصين بزاف مقارنة مع الشركات المنافسة اللي واصلين لشي أمور اللي هربانة بزاف. وزيادة على ذلك ان الصوت ديال الصداع، يعني كتحس مع الصداع في الطريق بزاف العيب، خصوصا في السرعات العاليه، يعني في الاوتورود كتسمع الصداع ديال الطريق. هذا العيب اللي كاين في تقريبا في كاع السيارات في المستوى ديالها، راه كاين هذا العيب انك كتسمع الصداع. على اي حال كتبقى داسيا سياره ديال الشعب وسياره ديال الدرويش، سياره ديال الناس اللي بغاو لا كونسوماسيون ناقصه والناس اللي بغاو وراق صغار لا كونسوماسيون ناقصه. راه كتبقى داسيا هي الخيار الامثل اليوم. كنتمنى ان الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم الاخوان. ما تنساوش كيف ما قلت لكم متابعه واحد جيم، واي مشكل او لا اي سياره بغيتونا ندويو عليها ما تنساوش انكم تخليو لي كومونتير، راه كنقرا لي كومونتير. وشكرا لكم بزاف على المتابعه وشكرا لكم بزاف على التعليقات ديالكم الايجابيه. ونتلاقاو في حلقه اخرى باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.